بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل في القلوب أنوار التزكية وأودع في النفوس جواهر الأخلاق الفاضلة فهو يزكي من يشاء برحمته ويهدي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سراج الظلام ومصباح الهدى الذي أرسل ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الذين حملوا مفاعل الإيمان والتقوى ونصروا عبير الروحانية في الأرضين. أيها الإخوة، أيها الحضور الكرام، أيها الشباب الأفاضل، أهل الهمم العالية والقلوب الذكية، ماذا أفعل؟ فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا، فلكم أقول سلام من المولى عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. عليكم منا سلام الله ما ستعت شمس الضحى وأنار سائر الحضب. عليكم منا سلام الله من حمرت بالغيش مزن وما تسقيه من عجب. يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد، فهذه الطلائع سانت بها المرابع، أقمارها سواتع نجومها لوامع. أهلا به في حضرتي هنا التقى رجالنا أبطالنا أحبابنا أحفادنا لننطلق أعمالنا إلى بنا مجد الغد. إنه لصرف ومنة من المنان أن أقف بين أيديكم في هذه الأمسية المباركة. Rendez-vous de la jeunesse، موعد الشباب لخليفة الحاج محمد ابن حاج عبد الله نياس، التي ترفرف فوقها راية نصيحة الإخوان زاد للشباب. فاذكر الله أولا ثم أذكر القائمين على هذا اللقاء الروحي الرفيع على إتاحة الفرصة لي أن أشارك في نسج قيود هذا النور، متناولا موضوعا يغمر القلب سكينة ويروي الروح عطسا: التربية الأخلاقية في مؤلفات الشيخ محمد خليفة نياس، دراسة في الفلسفة الأخلاقية والتزكية الروحية ضمن الطريقة التجانية. L'éducation morale dans les œuvres de Cheikh Mohamed Khalifa Niass, étude de la philosophie morale et de la purification spirituelle dans le cadre et de la vie tijaniya. في رحاب الطريقة التجانية النورانية التي أسسها الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه، تتجلى التربية الأخلاقية كنجمة في سماء التصوف الإسلامي، ليست قواعد جامدة أو أوامر خارجية فحسب، بل هي نسيج من نور ينصاب في سرايين النفس، يصفيها من قدر الشهوات ويذنيها بجواهر الإحسان واليقين. والشيخ محمد خليفة نياس رضي الله عنه ذلك العالم الرباني الساعر الفحل الوريث الحق لأبيه الشيخ عبد الله نياس رضي الله عنه، كان تجسيدا حيا لهذه الفلسفة السامية. ولد في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، نشأ في كنف أبيه الذي رآه في الرؤيا يقبل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا ابنك قد أخذته وأعطيتك. فكان ذلك بصرى بوراثة روحية عميقة جعلته خليفة للطريقة يحمل إجازة الإطلاق من أحفاد الشيخ التجاني في فاس، ويبث فيض العلم والتربية في أرجاء غرب إفريقيا والعالم.
مؤلفات الشيخ الخليفة حاج محمد نياس وهي كثيرة متنوعة تجمع بين الشعر الرفيع والنثر البليغ، ليست مجرد كتب بل هي ينابيع حية تروي الظمأ الروحي وتعلم الشباب كيف يبني نفسه على أسس أخلاقية متينة. ففي ديوانه عقود الجوهر في مدح سيد البصر يرتقي الشيخ بالمديح النبوي إلى مقام فلسفي أخلاقي رفيع، إذ يجعل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مرآة صافية تعكس عيوب النفس وتزكيها. فالمدح هنا ليس كلاما شعريا عابرا بل هو دعوة للاقتداء بالنبي في الرحمة والعدل والصبر حتى يصبح الإنسان خلقا قرآنيا، أو حتى يصبح الإنسان خلقا قرآنيا يمشي على الأرض. يتدفق شعره كنهر من نور يغتسل القلوب من أدران الدنيا ويرفعه إلى علياء الأحسان. وفي كتابه الصهير نصيحة الإخوان عن دعاوى الولاية بالبهتان الذي يتردد صداه في شعار أمسيتنا هذه، يقدم الشيخ نصيحة عميقة للشباب تحذيرا من الادعاءات الكاذبة في الولاية الروحية والدعوة إلى تربية أخلاقية مبنية على الصدق والإخلاص والمجاهدة. يقول في سياقه إن الولاية الحقيقية ليست كلاما فارغا بل هي جهاد داخلي يطهر القلب من الرياء ويرفعه إلى مقام الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه النصيحة فلسفة أخلاقية تجمع بين التراث الإسلامي الأصيل والتزكية التجانية التي ترى في الذكر اليومي الورد والصحبة الصالحة سبيلا لتصفية النفس، مستلهمة قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما في مرآة الصفا في سيرة النبي المصطفى فيبرز الشيخ البعد الروحي للتربية الأخلاقية، معتبرا السيرة النبوية مرآة تعكس ما في النفوس من عيوب وتزكيها بالاقتداء. هنا تتلاقى الفلسفة الأخلاقية مع التزكية الروحية في انسجام بديع. فالأخلاق ليست نظرية مجردة بل عملية حية ترفع الإنسان من حديد الشهوات إلى علو اليقين والمعرفة. والشيخ بقلمه الذهبي الذي وصف بالقلم الذهبي يدعو الشباب إلى مجاهدة النفس بالذكر والتوبة، مستلهما من الطريقة التجانية التي تجعل الورد اليومي بابا للطهارة الداخلية والاتقاء الروحي. أيها الشباب الأعزاء، في عصر الفتن والتستت يأتي تراث الشيخ محمد خليفة نياس كزاد ثمين، دعوة حية لإعادة بناء النفس على أسس أخلاقية سامية: الصدق في القول والأمانة في العمل والإخلاص في العبادة والمحبة في مدرسة والمحبة في الصحبة. فالتجانية ليست طريقة فحسب بل مدرسة أخلاقية تجمع بين العلم الشعري والعمل الروحي، بين الجاهر والباطن، فتخرج من الإنسان إنسانا كاملا يمشي في الناس برحمة وعدل. أدعوكم وأدعو نفسي أولا إلى التمسك بهذا التراث النوراني والالتزام بنصائح الشيخ في نصيحة الإخوان: حذار من أبناء الزمان جميعهم لما هم عليه من دواهي المكيدة، فلا تلتفت واي عن حضرة الله دائما وراقبه في الأنفاس في كل لحظة. وأوصيك نصحا باتغاث معيشة تعيش بها حرا بطيب المعيشة، ولا تكن للإخوان كلا عليهم ولا ترضى عيسا من كعيس البهيمة، فنجعلها زادا لنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التزكية والإحسان، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يجمع شمل المسلمين على الخير والتقوى.
wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah.